بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام. تحياتي ليكم أصدقائي ومتابعيني الكرام. ما تنسوش دعم القناة باشتراك وتفعيل زر الجرس أو البحث على مؤشر جوجل على كرة مع حس. هبدأ معاكم بأخبار النادي الأهلي. الحلقة دي مخصصة للنادي الأهلي فقط. أخبار حصرية لحضراتكم كما عودناكم دائما. هنتكلم عن محمد الشناوي، وهنتكلم عن أشرف بن شرقي، وهنتكلم عن اللاعب النيجيري المفاجأة أدم، هنتكلم عن اللاعب إمام عاشور. بالنسبة الحقيقة نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عن اللاعب الكبير حارس مرمى النادي الأهلي العملاق محمد الشناوي، يمر بأحسن فترات حياته بعد عدة أخفاقات بالسابق. الأهلي في الحقيقة يعني موافق على تكريم محمد الشناوي، بحيث إن هو لازم يكون فيه شروط في الموضوع ده. يعني الأهلي بيقول أنا ما عنديش مانع، بس لازم يجيله زي ما أنا قلت لكم قبل كده وانفردت معاكم قبل كده، عقد يليق بيه ويليق بالنادي الأهلي ويليق بقيمة الحارس العملاق الكبير. يعني العقد ما يقلش عن 7 مليون دولار، وفي الحقيقة النصر السعودي ما قدمش عقد بالرقم ده خالص. والشرط التاني يعني ده في حالة ان هو استغنى عن الحارس الاساسي للاهلي ولمنتخب مصر محمد الشناوي، ان هو في الحالة دي هيلغي بيع علي لطفي. وده طبعا برضو يعني ما حصلش. يعني علي لطفي آه، فكرة بيعه او مشروع بيعه لسه متاح، وان شاء الله يعني سوف يتم بيع علي لطفي. وفي الحقيقة بقى المفاجأة ان هو تم تعديل عقد محمد الشناوي تكريما ليه بأعلى قيمة في النادي الأهلي ويمكن في مصر كلها. قيمة عقد محمد الشناوي 20 مليون جنيه، يعني غير شاملة الاستثناءات من المباريات اللي هي نسبة المشاركة. نتكلم في الحقيقة في النقطة التانية المهمة جدا، أشرف بن شرقي. الأهلي فعلا زي ما أنا قلت لكم قبل كده برضه حصري كما عودناكم، وكمصداقية لحضراتكم الحقيقة واحتراما لأصدقائي الكرام. فعلا الأهلي كان مهتم بأشرف بن شرقي وتفاوض مع وكيله. لقى إن أشرف بن شرقي أو خلاصة المفاوضات إن أشرف بن شرقي متمسك بمليون وتمنمية ألف دولار، والمفاجأة أيضا إن وكيله متمسك بعمولة 500 ألف دولار. والكلام ده ما أعتقدش إن هو موجود في النادي الأهلي. والحقيقة إن ده يعني أشرف بن شرقي بقى خيار غير مطروح للنادي الأهلي في الفترة الحالية، بجانب إن اللاعب سنه كبير 29 سنة. بجانب كمان يا جماعة إن السويسري مارسيل كولر متمسك بلاعب الجيش الملكي المغربي رضا سليم، وفي تقدم في المفاوضات وفي انتظار ما سوف يحدث. وإن شاء الله مع تقدم المفاوضات او هيبقى في اي جديد ان شاء الله هنفرد معاكم زي ما عودتكم بموضوع رضا سليم. طيب، ده كده احنا خلصنا الجزئية دي. الجزئية التانية يا جماعة او النقطة التالتة، الاهلي بيفاوض هداف الدوري النرويجي النيجيري ادم. طبعا ده بعد تعطل مفاوضات سوزا البرازيلي، وانا كنت برضو كلمتكم قبل كده عن سوزا. والاهلي في مفاجأة مدوية واخبار حصرية من داخل النادي الاهلي، سوف يرصد اعلى ميزانية في تاريخ النادي الاهلي للحصول على خدمات مهاجم بمواصفات عالية. ميزانية تتراوح 5 مليون دولار. اللاعب ده يا جماعة عنده 22 سنة، لاعب قوي جدا ما شاء الله، ولكن عنده عروض أوروبية كبيرة جدا جدا. هنشوف الفترة اللي جاية هل الأهلي هينجح في الحصول على خدماته. طبعا أعتقد يعني بنسبة مليون في المية إن ده هيبقى أفضل من سوزا وأفضل من موليكا وأفضل من أي حد تاني، نظرا لسنه الصغير ونظرا ما شاء الله إن هو مشروع مهاجم عالمي. يعني مش مهاجم أفريقي بس، لا ده هيبقى مهاجم عالمي، لأن في أندية أوروبية الحقيقة بتجري وراه الفترة دي. في الاخر يا جماعه اخبار الكابتن الكبير، ودي اخر نقطه، امام عاشور لاعب النادي الاهلي.
امام عاشور الحقيقه بيخضع لعلاج طبيعي لمده اسبوعين، وتم حقنه ببلازما، والاسبوع الثالث هيكون جري خفيف. والاهلي في الحقيقه يا جماعه هو مش مستعجل على رجوعه، يعني هو عنده لعيبه كتير بسم الله ما شاء الله، ولكن الاصابه الحقيقه برضو يعني دي معلومه حصريه لحضراتكم، الاصابه بتاعته الحمد لله ان هي مش مزمنه، وربنا يشفيه ويشفي كل مريض. تحياتي ليكم. ما تنسوش مرة تانية الاشتراك في قناتكم إذا كنتوا حابين تشوفوني تاني. قناة الكرة مع حس. تحياتي ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.